السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نديكم معايا في رحله لمدينه الرباط. كتعرفوني ديما كنمشي للرباط في الويكاند، ولكن هذه المره هذه ماشي في الويكاند، في وسط السيمانه، حيتاش اولا كونجي، وثاني حاجه كاين واحد المؤتمر مهم بزاف بزاف في المجال ديالي اللي كنخدم فيه، واللي قلت ضروري ما نمشي نحضر ليه تما. وهنايا كنت وصلت المؤتمر، لقيتو يلاه بدا، وحضرت الحمد لله الجلسات كاملين اللي كانوا ديال هذا النهار هذا. ولكن في العشيه ما قدرتش انني نحضر مور 3 حيت كنت كاو وعيت بزاف. بالنسبه لهذا المؤتمر كان على المعجم واستخداماته في تدريس اللغه العربيه الناطقين بغيرها وحتى الناطقين بها. وبما انني متخصصه في تعليم اللغه العربيه الناطقين بغيرها، فقلت ضروري ما نحضر هذا المؤتمر هذا لانه مفيد بزاف، وفعلا استفدت الكثير. من قام بدراسة يجد فيها عدد الكلمات المستهدفة في نص ما من النصوص، هل تكررت؟ وظيفة من؟ وظيفة المؤلف، وظيفة المدرس، أن يقوم بتكرار هذه الكلمة أو بتدوير هذه الكلمة ما بين 6 إلى 13 مراعين الفروق الفردية. وهنايا جا وقت الاستراحه اللي داروا فيها هذا البوفيه كيف ما العاده ديما في المؤتمرات، مملحات وداكشي حلو. كان زوين بزاف وبنين ومختلف ومتنوع. كان زوين 10/10 تقريبا هذا النهار هذا، لكن غدا غادي نقول لكم شنو وقع. وهنايا صافي مشيت في حالتي للدار باش نرتاح شويه حيت فريمون كنت عييت. دخلت لابارتمون اللي كريت من اير بي ان بي، واللي كانت رائعه جدا وزوينه، يعني نقيه متسعه شويه بالنسبه له شخص واحد، راها كبيره. فيها جوج ديال الحمامات، هنا كندير لكم هاي من الحمام الكبير. هنايا كاينه انصاله مونجي صغيره ب4 ديال الكراسه بالطبيله ديال الزاج. وكاين هنايا الحمام الاول اللي فيه لافابو، البلاصه ديال الدوش وطواليت. وكاينه طواليت اخرى في البلاصه الاخرى اللي قبل من هذه على يدك ديال اليسار. والداخل كاين هاد بيت النعاس هذا اللي كان زوين بزاف ومتسع وهادئ، بوداك اللوينات اللي كانوا فيه رائع بزاف ومريح. وعنده اطلاله على البالكون وعلى لا تيراس اللي لتحت. مهم زوين بزاف كان هاد الشومبر هذا، وكل شيء بني جديد، يعني شي حاجه اللي زوينه ونقيه. الكوزينه كانت صغيره شويه مي كانت زوينه وفيها كل شيء، فيها الماعن، فيها الماكينه ديال الصابون الا توسخات لكم شي حاجه. المهم فيها كل شيء، عجبتني بزاف. وفيها حتى معينات هكا خفافين قلالين مي مهمين واساسيين. ومن بعد هاد الجوله هذه في الدار مشيت باش نتغدى، ناخذ داكشي الاساسي اللي خاصني باش نطيب هاد الليله هذه وحتى غدا، حيتاش ما بغيتش ناكل في المطاعم، ما بغيت ناكل في حتى شي بلاصه باش نتجنب انني نتسمم او لا يوقع لي شي مشكل صحي وانا بعيده على الدار. فمشيت تغديت، خديت داكشي اللي بغيت، خديت شويه ديال الخبيزه، خديت خبيز شويه ديال الخبيزه شويه ديال الخبز، وخديت هنايا البيض، داكشي الاساسي المهم اللي خاصني باش نطيب. هاد البريد هذا ما كانش عندهم في الدار، مشيت عاد سولت مالين هاد لي زابارتمون وعطاوني هاد البريد هذا باش نقضي، حيتاش كانوا بدلوهم. المهم شي حاجه عندهم تما في الدار، المهم عطاوني بريد باش نقضي حاجه دابا. وراكم عارفين المغاربه ما يمكنش ما نديروش اتاي وما يمكنش ما نطيبوش اتاي فين ما مشينا، فالبراد اساسي. هنا مشيت خديت هاد لي شاركوتري هكا مخلطين اللي كيتباعوا في المحلات الكبرى، اللي كيتباعوا بالعبار وكيكونوا زوينين بزاف صراحه، وكمع البيض ولا حتى بوحدهم كيجيو رائعين. خديت الحليب ديالي سون لاكتوز حيتاش عندي مشاكل شويه في الهضم، وبالتالي هذا سهل الهضم وزوين. اي واحد عنده مشكل في الهضم فهذا سهل، سورتو في الصفر وداك الشيء من الاحسن تجنبوا الحليب الكامل. خبيز
كيف ما قلت قبيله. وكاين هكا بيض، شويه الروز، شويه المهم داكشي اساسي، شويه ديال الدجاج غير باش نطيب في الدار وما نضطرش انني نخرج للمطعم اولا لشي بلاصه باش ناكل فيها. المهم كنحاول المهم الحمد لله. غادي نقول لكم شنو وقع في النهار الثاني، ولكن خليكم مع هاد لا فيديو هذه ان شاء الله حتى الغدا، ونشارك معكم فيديو اخر. هنايا هذه هي التقديه اللي خديت شويه ديال الزيت، شويه ديال البوبكورن، خديت زعما داكشي اللي اساسي، ماشي شي حاجات اللي غادي نحتاجهم غير هاد اليومين ولا 3 ايام وصافي. كان هذا الشيء هذا هو اللي كاين. درت البوبكورن هي الاولى اول حاجه. وهنا من بعد ما وجدت اتاي ديالي وجدت الماكله ديالي، حطيت وجلست كناكل مع راسي كيف ما كنقولوا بالدارجه، مع راسي بوحدي. كنقلب ونقلف داك البريد ديال اتاي اللي جا رائع بزاف. الحمد لله يعني الحمد لله النهار الاول داز زوين بزاف، واستمتعت بنهاري، ما كان حتى شي مشكل الحمد لله، لا من ناحيه الماكله ولا من ناحيه شي حاجه. وهذا الشيء علاش انا قررت انني فوقاش ما نسافر بالدرجه الاولى غادي ندير داكشي اللي كنطيب في الدار. وعادي الا كانت شي حاجه اللي انا كنثيق فيها غادي ناكلها برا، ما كانش ماشي بالضروره حيتاش داك الماكله الزنقه فيها غير الهليكه. وهذا كتسالى النهار ديالي. كنشكركم على المشاهده ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.